وكم يا لولوت، جبت لكم اليوم قصة جديدة. ها جاي نمشوا. القصة تقول أنا هي اللي حجبت صاحبتي باش ما تربك، نعوذ بالله. القصة تقول أنا عندي صاحبتي قرينتي، ومن الساعة اللي خليتني ضايقة عليهم. عندي من أصحاب عدلاية، قرينا ثانوي ببلاصة وقرينا الإعدادية ببلاصة، واللي يعرفني كامل اللي يعرفني لا معاه هي بيلي ديارنا ما متباعدين. وتوم لا بلد نمشيو بلد ونجيو بلد. وصاحبتي هذه متميزة بشي قالوا الذكاء. المدرسة كاملها تبقيها والناس كاملها، وحتى الأساتذة يضربوا بها المثل. بيلي يعني هي ما تتخطى رقم واحد، ولا جات تحت تحت تجي رقم اثنين، يقرب قليل تجي رقم اثنين، هي دائما لا رقم واحد. وتو ذكية حتى، وأنا مالي ذكية، يقرب ما لها حاجة هي دايما يجي مرة رقم 10، مرة يجي رقم 8. وهذا كامل يغير أنا وهي اللي رقمنا واحد. وفضلت أنا نقرا ونراجع ونمضي ساعات راجع إلا ندور نجي مرة واحدة في حياتي رقم واحد ولا نجي رقم 2. ذيك الرواية أثرت علي حتى لدرجة أني عييت مرات نقز الدار. ما نقبل نتقدى، لا نقبل عليا بيتي انت نقرا لين عقباني اللي هذه عيطوا لي العشاء، عييت ونقول عني ماني بيا، عييت لا نجي نلقم وما نلقم، ما نزي شي في الدار نزي بيه لا قراية كياتي. وهذي كاع ما محملين ياسر من الشي غير مع ذا كامل. لين ضرك نجبر أكثر شي معدل نجبرو 13 14، هي ما شاء الله إلا من عند سيد وجيسيت. وشوف وانا ذا من يوم بعد يوم يولد بي الحقد، وعاد التنافس بيناتنا. وذا كان يا أخي صاحبتي هذه نقول معيد لحد معيد زوينة وشفتها زوينة ولونها زوين، ولا تزرقي من هالشي مع ذكائها الواقع لها. ولا شوف رجاج ما بقاها، ولا عود متفقين البلاد ما عادوا العين لا مطرح عليه، ودائما تهدي هي لا يودو طنطا. وانا قاعد بالسيفي افطن لي رجاج. آخر سنة كنا نقراو فيها أنا ويا وبلاصة. ديك السنة يعني عاد امتحانات قريبة مرضت أنا، وعادت هي وين كل نهار تقرا شو المدرسة لين تنقز تجيني شو دار تجيب لي الدروس كاملين وتتشرحهم لي وذا كامل. وتو غير عقب مشاو الامتحانات وعدت الامتحان ولا نجحت ونجحت هي. وتو قعدت صاجعتني وقالت لي تكدري، وانا راعيني هون وذا عاجي، وانا فوقك لابسه انا واحده يا غير عاجي، دورت عقبتي تلاحقي بيا وذا كامل باش ترفع لي معنوياتي. وتو تخطط يا وبقيت انا ذيك السنه. وعاد دايما صار ما تنقز ما خاطع لي شو القسم يتابعوا بلاصه نعود حميس مري تجيني شو الضغط تراجع لي دروسي كل شي تعدلوا لي، ولا يعود عندها شي سوى شنو ما جابتوا له، ولا يطلع لها شي ما جاتني وردوا عليا يقرر ما رد عليها شي. بيلي عني حاقدة عليها كوما هي تخطط. وبقيت انا بذاك القسم، هي كانت صاحبتي حق ما تعود مشات يعني تعود بقات معايا بذاك القسم. يقرا مع ذا كاملية دايما تقول لي ذا عاجي وذا يخلق. يقرا تقول لي عاجي ظهر قلبي يقجي يعني حلتون نحقد عليه اكثر من انا حاقد عليه. بيدي ما نختار تقول لي ذا، ما نختار تقولني. وذوك السنوات كامل انا نقراو نحن نتسابقوا ذا كامل. يقرا دايما نطلب مولانا يا مولانا عدلت من سابق بك. يلحقنا السنة اللي عدل انا بيسيسي هي تعدل بإيه ستشي. وذيك السنة عتواحلة بليش قالوا لك راية ندور كان يترشح البك. يا غير ما قبلوا يرشحوني البك، حتى جوال جيت أتكلم معاهم يا غير ما قبلوا يرشحوني البك. ونزاد بي الحقد اللي كان فيه. يا غير ذاك الحقد اللي كبروا مالي عن ذا مو موضوع لك راية واحدة، كنت معي طفل زين مني وفيلحة ومشعورة وتبقي الأخلاق وكل حد يبقى من أصلا ماشيين بحياتنا الطبيعية لعد نهاية السنة. ونهاية السنة هي وحدة بقرايتها حتى ولادي ترى حتى بيدي طبيعي حبيبي عاد الوقت. يا غير مولي دو طون طون ترى شوي من النفس ما خاف عليه. يعني عاد صار أسبوع التالي، أسبوع تالي من بك عاد صار أسبوع متى تجيني عاد متى قاعدة وقدارنا بينا تطلع مع الصباح وتنقز لا حكم من عند بنت إينر. وعيات شماط تنقز دوزويتر وتنفض ضرب تراجع ملكياتها. وأنا لا يحس على جات الدار هذا نمشي نقيسها نتسمر نكرد كي نراجع معاها. وعيت تطرح عليه شي من الأسئلة يقل ما سولها عن شي ما جاوبتني، ما سولها عن شي ما جاوبتني. حتى أسئلة البس راح معي مسؤول عنها
تجاوبني عليهم يعني زاد كل شي حاوصوا كل شي بدك إياه حاوصوا ونقولها يا وطن كيتي معنا أكثر تجبري بك قالت حتى دون أجبر بك ما أجبر بك أنا بكني قالت لي دون عدل الله مرة واحدة ومرة شي تعرفين يعني من ساعة اللي خلق نجي رقم واحد وذاك الكلام اللي تقول هو اللي قاعد اللي يزيد أمور الحقد اللي فينا نقول بيني مع خلاق بك أنا إن شاء الله يسراي يا غير أنا ماني سيئة يا غير اللي يطعني حتى ثقته هي بنفسها ثقتها بنفسها عن اللي ترابك وعن هي ما خير منها رجاج وعن هي ما قالت ما خير منها رجاج يعني صديقة الطريقة تتكلم بها عنها زاد دون عدل لا بك ولا مرة واحدة وأنا مش تعرفيني وتعرفي عني كل شيء نعدل لا مرة واحدة ودور ننجح ولا تسترسي ولا كذا شو أنا قاعدة تقول يعني لا تسترسي غير ما يسترسي أنا ما ندري يا ترابك أو تعتمد لي صديقك في الدار تتكلم تليفون تلفني الصبية حسي ذاك حسي مو متمونة قال لي حسك مالك يعني ما يوجعك شي ولا كذا قلت له ما يوجعني شي قال لي صمالك شو مكدر علي قلت له مكدر علي لا يعني فلان يتعدى البك ما زال دون هالأسبوع يتعدى البك قلت له قال لي لا يسترسيك ودو طربك إن شاء الله وهي ما شاء الله خبارية وكذاش وكذاش قلت له أنا ما ندور هتربك قال لي شنو قال لي ما قلت له ما ندور هتربك قال لي ليش قلت له ما ندور هتربك أنا ما ندور هتتخطى عني وتوقع انت أنك عاقلة مقطعني اتصل لقيتك يعني تقلب قالب سميتني حتى كثر الجمعتين تمني انت عندي قال لي شذاك نزلت وعي قلت له نزلت شي نزلت وعي وتوقع انت شذاك كنت تقولي وين حاجة عندك شي قال لي إذا أولوا عليك شنو هو ومولانا هو اللي يعطي ولا يساوي عباد ولا عاد هي نجحت من سابقك ولا تخطط كذا عاجي وأنا ما أخترع عد تخمامك ذا كيف ولا أخترع يقدر عليك شي ليه يبدأ ذيك الحلقة قمت يعني نبكي 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 وقلت له عنه ما يبقيني وعنه هي نفسها وما يعود مولانا عاطيها حظ من حظي وهي تنجح كل شي وأنا غالبا ينجح في شي ولا نعود ندور شي غاريته جيته بذاك المسلسل بعد قال لي اوكي قال لي انت متأكدة من الدور قلت متأكدة منه بعد قال لي ركز شي قال لي أنا أعرف واحدة هوك تقزن والله تحجب المهم يوم صف دور عليكم شو نجيتو بعد الصبح من ذاك تقريبا العاشرة تماتني جاتني صاحبتي قعدت معاي وقامت ضحكت نشوف نقستي بالعجلة قالت لي هي بيدي الصبح يالش نعدل بك بني نقصت بالعجلة اخترت نجيكم مضي معاك ساعة نعرف عني أيام بك الثلاثة ماني نراك وذاك نوع من مراد تضحك وجايبة لي معاها شبندوكي ناكلو كنا وشربنا وذا كان مضت معاي ساعة يعني عاد دوزر والله ذاك عقبت مشيت قستها تدمنت على صبي يعني وخذ عليه ومشينا قسنا ذيك النادمة اللي قاعد هو ذيك المشعوذة ومن قسناها رديت عليه ومشكلتي قالت لي انت متأكدة قلت متأكدة بعد قالت لي أراك عشان يعطيكش من أميها حاولي عنك توخذيها من فوقه قال لي هذه مو يعني توخذيها من فوقها ماني متكلم لك إلا عن بك أي شيء هي الدور في حياتها ما تترى أي امتحان عدته ما تترى قلت له قبلت ومشيت مشيت مضيت شي طار حمويها نتخمم يا أخي أنا ذاك الوقت راعي بي لا بك وما نختار هي تنجح وأنا ما نجحت قلت له أني عاد بالليل انصبت عشالي نويت كني يعني مرة قعدت جاتني هي قلت لها شو اخبارك شو قصت معي وقعد بك قامت ضحكت لي انا سمعت عن حد يعدل بك عنه كنت حد يعدل بك الصبح ما يراجع بعدين قلت لها وصاني عاد ما يراجع عن جل صاحب شي قلت لها شي بعد قلت لها كيشي بك متأكد عنك ضحكت لي مالي مرة انا مالي اللي انا وانا مالي اللي صاحبتك شي قعدنا بعدين في الدار مع أهلي وذا كانوا وضحكوا وذا كامل وهي كل شي تردوا علينا وهي فويحة تعرفوا ما تردش لنا كم ناس ضحكوا نحن ظلنا نضحك نسيت عن كل شي للحظة وتوقعت يعني ماشي قلت له اوكي حنسيبك تقدمت هي قدامي وخشيت انا البيت وباط ميها اللي اعطاني راجل ودرته ببورشي ومشيت معاه عادي لحقت اهلها دخلت هي انا قدام وطوني دخلت هي انا قدامهم قبلت لهم ضغطت انا واخذت البوش وصبيت مية بكاملها صبيتها وتو تلبنت عليها قلت له اخرجي قلت لها نسيتي انا كنت نقول لك شو مشيتي بالعجلة وقامت مسيكنة فرحانة راجعة فتحت لهم وقامت جات واخرة من فوق ذيكم وياها قلت له قالت هذا مبلول ذا خباره قلت له ما نعرف قلت له قالت لي ضرب شو الدوري قلت له قلت حاجة لا توحشتك قلت له ومشيت قلت له يعني مشيت أصلا يعني عاد صفنا ذاك عدلوا بك ونهار اللي كانت أحد في بك ليا مثل هذا كامل أنا كنها رجل مدرسة متمعة بنيت وخالد جيت أقعد معي يا قالوا لي حسيت عنها ميمت ممكن مكدرة ولا ولي صبري إن شاء الله تقولي أنا أعرف مالي يقل حاسة عني ميمت ممكن حاسة عني تو ميمت ممكن
وما نعرف نكتبه شنو هو القسم حس على راسي يوجعني نكتب شي يحس عني داخل مزوتور كتبت ما نقدر يعني أقرأ قلت أنا أضحك وقلت له خليك من الواحد اللي بينعرف عنه اللي ستريس والله مالي انتي مالي طاحوا لك شي ما تعرفي قلت انتي عاقلة أنا ما خليك شي ما نعرف وتو قلت بيني أخلاقي يقعد بعدها بك من أكيد رايح وتو تخطى 4 أيام بك ورجعنا لحياتنا الطبيعية لا معايا وأنا لا معاه هي عاد النهار اللي خاوي بنتايج بك والصدمة هي مرات بك ذاك النهار فرحت مع ذاك مولي مات مونت فرحت عميمة مولي ميت ممكن تعرف ذاك اليوم اللي حاسس ما وفيت من تخلص نتائج نيجي داخلة عليا بالدار تبكي قالبة توقف تبكي قلت لها إذا شفت شنو قالت لي إذا قالت لي شفت شي حتى أنا ما وش تقوم أنا ما ريت بكت لها عاج عوضك من قالت فلعت واحدة في الليل تاكية تبكي يا عاد بلي رديت إيه لا حتى متى توخى تاع الدار الليل ولا النهار متى توخى ولا النهار قالت أنا كما كانوا الناس كاملين واثقين بيا وشاكين عن ترى بقوية كما واثقة براسها وهلا عاد معتبرة عليا حش كم جا حش مثل الناس كاملة دونك متى عندهم جهد قلت خلاص ما يرواقش طبعا دخلت في حالة أزمة اكتئاب وعاتني عادات دوخة بدأت تشرب ومرضت طبعا مرات بدأنا السنة الدراسية الجديدة وهذه السنة أنا وهي يلصنا نقراوا بلاصة هذا ولا فرحني فرحانة أمام طملي ما تعيشين شعور الندم وذاك شي بين شوفة تبكي وذاك شي تندم كوما عدت اللي عدت يقال مالي رايت ذا ندور يقال مشكلة غير شي عني أنا خايفة على العمل اللي عدت لها يعود يحكمها عن هاي السنة مولي ترابك تحكي عني تندمت وعيت ما يمكن الندم وندورها تسمح لي يا غير ما هي تسمح لي أنا من عام يعني ما يصد عليه جامع نقول هذا اللي عدلت له ولي نقول لهم اللي من هي تسمح لي ما أعرف نعدل هذه كانت قصتنا اليوم والقصص كامل اللي درت ولا وفيتهم هون قلت لكم معاكم تخرصوا لهم في باج يوتيوب كيفك ما تطلعوا لفوق تيك توك من فوق تشوفوا رابط تقمزوا عليه يجيبكم الباج يوتيوب ديريكتومون أي قصة ما ريتوها هون تراوها فهمت ولا تنسوا تجيروا لي إعجاب وتابونوا عنجي ذاك من اللي طربني على تم نجفوا عليكم أنا ما قدرت نجفوا عليكم كضو لا بدأ توما تعدلوا شوي بالمقابل وإني بيكم بيجو من قصتنا الجاية إن شاء الله.